السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا وحشتوني جدا جدا. يا صباح التفاؤل، يا صباح الخير، يا صباح النشاط، يا صباح كل حاجة حلوة. زي ما انتوا شايفين كده، انا اول ما فتحت عينيا زي ما انتوا شايفين كده كان عندي شوية مواعين مش قادرة اقول لكم. والله العظيم يا جماعة انا مش من عادتي ببيت مواعين كده، بس عشان انا تعبانة وباخد ابر دي تعباني، فتلاقوني يعني ايه، اي مواعين بتفضل بقى اخر النهار ما بقدرش ان انا اعملها ولا اقدر ان انا اغسلها. فبضطر بقى ان انا اسيب المواعين العشاء ومواعين الفطار. بس النهارده كان عندي مواعين كتير هتشوفوها دلوقتي. إيه كان بقى طاسات كنت قاليه فيها وحاجات وحله ومش عارفه ايه، انا ما بسيبش كده بس غصب عني. طبعا الواحده لما بتكون تعبانه بيبقى غصب عنها ان هي بتسيب الحاجه يعني حاجات كده بتسيبها، بس بتتراكم عليها تاني يوم برضو بتبقى تقيله. عايزه اقول لكم الحوض ده بالذات لما بيبات يعني زي ما انتم شايفين كده بيجيب اكتئاب. انا بجد كل ما اخش المطبخ كان جايلي اكتئاب بسبب المنظر ده. بس يعني ايه هعمل ايه، يعني غصب عني الحمد لله. ربنا يا رب يديني ويديكوا الصحه يا رب والعافيه، ويخليكوا كده تخدموا نفسكم بنفسكم وما يحوجوش لاي حد يا رب. انا زي ما انتم شايفين كده كان عندي شويه مواعين. قلت طبعا مش هينفع ان انا اعمل النهارده، كنت قلت هعمل اكل خفيف كده عشان طبعا نازله انا ورايحين النادي مع بنت اختي. فقلت ايه، احنا طبعا يوم النادي ده بنتغدى في النادي، فقلت ايه اعمل لهم حاجه خفيفه كده. بس طبعا قبل ما ابدا لازم اكون مشطبه المطبخ عشان ابدا ان انا اعمل ايه، اعمل الاكل بتاعي وانا اكون مخلصه المطبخ. اديني اهو قدامكم قلت اغسل المواعين. فتحت يعني طبعا اول حاجه عليها، انا عايزه اقول لكم انتوا شايفين الاطباق دي اللي انا بغسلها دي، الاطباق دي يعني هي مش دي الاطباق اللي انا متجوزه بيها، دي حماتي يا رب ربنا يديها الصحه والعافيه، هي اللي عطيهاني اول ما اتجوزت يعني. قالت لي حطيها في المطبخ يعني وكده. فانا طبعا الطقم الصيني طبعا ايه ما بطلعهوش الا لما يكون ايه حد عندي. اي حاجه من نيش مش بطلعها لما يكون حد عندي. بس ده طبعا غلط على فكره، المفروض ان احنا نتمتع بحاجتنا. عايزه اقول لكم النيش ده طلع حاجه مقلب جدا، ان احنا بنصرف كل اللي ورانا واللي قدامنا عليه وفي الاخر ما بنستخدمهوش. الاطباق دي اللي هي عليها اللي انتوا شايفين دي عليها اللي هي اللي عليها رسومات دي كلها كانت حماتي عشان ايه، انصص انصص تقومه صيني. فطبعا ايه بستغلها بقى بحطها في المطبخ، وابتدي بقى ان اهي زي ما انتم شايفين، وابتدي بقى ان انا ايه استخدمها. ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب ويخليها لي حاجه كده من ريحتها، ربنا يطول لنا في عمرها ويبارك لنا في عمرها وصحتها يا رب ويشفيها ويعافيها. حتى الصينيه اللي قدامكم دي، عايزه اقول لكم الصينيه دي بتاعت زمان برضو ستانلس، حطها في المطبخ ما بطلعش الصواني بتاعتي خالص من النيش الا لما بيكون حد جاي لي. لان طبعا انت بتجيبي الصواني بتبقى غاليه، عليها طبعا بقى رسومات، عليها يعني زي بروج، عليها حاجه، عليها حاجات من دي. طبعا ما بترضيش تستخدميها في الميه كتير، فبالتالي لما بيجيلك ضيوف بتستخدميها بقى، بتضطري انت بقى ايه بعد ما بتخلصي بتعمليها وتنشفيها وترجعي تاني مكانها. غير كده والله ما بطلع الطقم الصيني ولا بطلع عندي طقم اكروبان مش بطلعه ولا اي حاجه. بس طبعا احنا كده مش متمتعين بحاجتنا، فانا ما انصحش بجد اي حد يكون هيتجوز انه يكتر في موضوع اي حاجه في النيش ده. اصلا الطقم الصيني دلوقتي بقى غالي جدا، وبجد بتدفعوا فيه فلوس على الفاضي، لان انتوا مش يعني مش بنتمتع بيهم بصراحه. وانا يعني الحمد لله كده من فتره طويله عندي رفين من النيش وقعوا على بعض. الحمد لله في حاجات كتير اتكسرت، بصوا يعني انا ما بطلعهاش، وفي حاجات كتير اتكسرت بس قلت الحمد لله ايه فدانا يعني وفدا بنتي، لان بنتي ساعتها كانت هتتعور جامد جدا، بس قلت الحمد لله ان جت على قد كده. اديني اهو خلصت المايون قدامكم. بصوا طبعا منظر ده راحه نفسيه. بصوا كان تحت الحله دي في طاستين وكان في حاجات كتير، والبوتاجاز كان زي الزفت غسلته. طبعا انا كنت عاملاه معاكم من الجناب وكده، بس النهارده ايه غسلته كده قبل ما اعمل الاكل، وغسلت الاطباق والكوبايات وكل حاجه ودعكت الحوض وغسلت الرخامه وكده. طبعا ده كل ده قبل ما اعمل الاكل. قلت يلا ايه ابدا الاكل. النهارده قلت ايه بقى، هعمل كفته ونقلي بطاطس وناخدها ايه نتغدى، نعمل سندوتشات فينو كده ايه في النادي، علشان طبعا يوم النادي ده بيبقى بدري واحنا مش بنبقى عايزين ايه نضيعه، يعني بنتغدى هناك بيبقى يوم حلو وبنيجي متاخرين وبنقضيه حلو يعني وكده، والحمد لله. طبعا ايه انا معايا هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه. انتي بقى عايز تعملي نص عايز تعملي ربع براحتك، بس عايز اقولك الطريقه دي حلوه جدا. تستخدمي كفته يعني مفروم بلدي، مفروم مستورد، مفروم برازيلي، اللي انت بيريحك يا ستي وعلى قد امكانياتك اعملي بيه.
انا هنا كان معايا نص كيلو من المفروم البلدي، عشان انا مينفعش اكل اي لحوم مصنعه الفتره ديت. نزلت عليها بالبصل، بصل كده عاملاه في الكبه، يبقى نص كيلو عليه بصل، البصل زي ما انت بتحبي. وحطيت عليه معلقتين من الدقيق، وكمان نص معلقه بيكنج باودر. عايزه اقول لكم والله 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 طول عمري بعمل الكفته مش بالطريقه دي، بس بقالي بتاع سنه بعمل الكفته بالطريقه دي، تحفه جدا جدا وبتطلع هشه وجميله. نزلت عليهم بمعلقه سمنه بلدي، مش معلقه، نص معلقه، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفر شويه. نزلت طبعا بملح وفلفل، انا ما بحبش اكتر حاجات كتير على الكفته، ملح وفلفل بس. الحاجه الوحيده اللي ما اقدرش استغنى عنها في الكفته هي القرفه. نزلت بسنه صغيره عشان برضو انا ممنوعه من القرفه الايام دي، ما ينفعش ان انا اكل او اشرب حاجه فيها قرفه. تمام. اديني زي ما قلت لكم نص كيلو، نزلت عليه بالبصل زي ما انت عايزه. عايز تعملي ربع يبقى معلقه دقيق واحده. نزلت عليه بمعلقتين من الدقيق، نزلت عليه بنص معلقه بيكنج باودر كبيره، رشه قرفه، ملح وفلفل. اهم حاجه في الكفته يا جماعه، عشان ناس كتير بتقول ان الكفته بتفك منها، لازم تعجنيها كويس جدا مع بعضها. والدقيق والله ما بيعمل اي حاجه ولا بيدي اي طعم فيها، والبيكنج باودر بيديها هشاشه وتبقى تحفه، والقرفه مش قادره اقول لكم بتخلي طعمها عامل ازاي. الطريقه دي بتعجبني جدا اصلا، وهي الطريقه دي في البيت لما بعملها لجوزي وبنتي، يعني مش قادره اقول لكم ساعات بشويها على الجريل، لما اكون مستعجله بعملها في الفرن. انا بعجنها اهو قدامكم كويس، لازم تعجنيها لغايه اما تعمل خيط، غير كده هتفك منك. لو كفته ما عملتش معاكي خيط وانت بتعجنيها هتفك منك. انا كمان ما بحبش اعملها مقفوله، بحب اعملها في خله كده، عشان تطلع معاكي مفرغه من جوه وهشه. تمام. انا جبت صينيه ودهنتها زيت، وزي ما انتوا شايفين كده هحطها ايه في الخله. طول ما انتوا بتعملوا الكفته في خله وعجنينها كويس مش هتفك منكم، ما تقلقيش خالص، عشان في ناس كتير بتقول وبتسالني بتقول ان الكفته بتفك مننا. لا، طالما عجنتيها كويس وعملتيها زي الخيط عمرها ما هتفك منك، هتبقى معاكي الطريقه دي مظبوطه جدا جدا. انا بعتمدها على طول. الدقيق ما بيعملش فيها اي حاجه، بيربطها كمان، والبيكنج باودر بيديها هشاشه، والقرفه بتديها طعم روعه جدا. ما بحطلهاش غير ملح وفلفل. حابه بقى انت تضيفي عليها بقدونس حطي، مفيش مشكله. انا ساعات بحط وساعات ما بحطش، ما يكون مش متوفر عندي ما بحطش. تمام. ما كانش متوفر عندي النهارده عشان انا صحيت كان على المواعين دي، طبعا مش هقدر انزل اشتري، وكمان عايزه اخلص عشان احنا رايحين النادي بيبقى بدري. فطبعا قلت ايه، تعبنا من الجبنات ومش عايزين ناكل جبنات في النادي وكده. طبعا ايه قلنا ناكل إيه هعمل كفته وبطاطس، لان اختي قالت لي ايه انا هعمل كبده. طبعا انا ممنوعه من الكبده، ما ينفعش ناكل كبده خالص دلوقتي. فطبعا عملت ايه كفته، قلنا اللي ما بياكلش ده ياكل ده. وقنا بطاطس وبقى وعيش فينو. وعايزه اقول لكم مش بالاكل، يعني احنا ساعات بناخد اكل عادي جدا، المهم ان احنا نروح نقضي وقت كده حلو وظريف، وولادنا ينبسطوا يعني كده. ويعني عايزه اقول لكم يعني موضوع النادي ده حاجه كده مفيده جدا وحاجه كويسه جدا. تمام. تمام. وانا قبل كده صورت لكم الفيديو في النادي، نادي القوات المسلحه في البطوش، عايزه اقول لكم حلوه جدا. طبعا انا قدامكم كنت خلصت الكميه اهو، وعملتها كلها في الخله صبعتها، هدخلها الفرن. تمام. واطلعها وكده، كان وصفتي خلصت النهارده. عايزه بقى تعملي هانشي، ساعات بعملها على الجريل بتبقى تحفه جدا وجميله. عايزه اقول لكم ريحه القرفه فيها كانت حلوه جدا، ويا رب كده يديم عليكم نعم ربنا. طبعا كل النعم اللي عندنا بنحمد ربنا عليها، الحمد لله على اهم حاجه، على نعمه الستر والصحه، واهم حاجه نعمه الصحه، وباقي كل حاجه بتهون. يعني لو اكلنا فول وجبنه واحنا كويسين الحمد لله، ربنا يديمه على نعمه ويحفظها من الزوال. بس كل حاجه مقدور عليها. احنا لو تعبانين ممكن في اكل ما نقدرش ناكله، الحمد لله ان يومنا بيعدي بخير. ويا رب ايامكم كلها تعدي بخير وسعاده وامان. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في قناتي، وربنا يحسن ما بين ايديكم.